السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 يا اغلى حاجة عندي هبة في الدنيا. انا حابة اشكر الناس الجديدة اللي دخلت عندي القناة واتضمت لقناتي. متشكرة لكم جدا، نورتوني وكترتوني وشرفتوني وزودتوني وكل حاجة، وشرف ليا وعلى راسي. كل اخت دخلت عندي القناة وجودكم اسعدني اسعدني اسعدني، خلاني طايرة كده من السعادة. نورتوني بجد وبتفرحوني بتعليقاتكم وبكلامكم وتفاعلكم معايا على الفيديوهات اللي انا بنزلها. يعني تفاعلكم معايا، متشكرة لكم جدا والله العظيم. بجد بجد ان انا عندي ناس جميلة وناس حلوة كده بتسأل على هبة وبتتكلم مع هبة. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. اما اخواتي بقى وحبايبي اللي معايا في القناة من الاول، انتوا بقى يعني انتوا كده في القلب اصلا، انتوا كده اصلا في القلب. ربنا يديمكم عليا نعمة بجد. يعني ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا، ويديمكم عليا نعمة في حياتي. عشان انتوا بجد بجد ناس جميلة وناس فرقت في حياتي كتير. وجودكم في حياتي كده ساعدني وبيخليني كده سعيدة كده بكلامكم وبتعليقاتكم، بيخليني طايرة. اما بقرا التعليقات بتاعتكم ببقى طايرة كده. انا النهارده يا حبايب قلبي راجع لكم في فيديو جديد وروتين جديد. بس قبل ما ندخل في الفيديو كده نبدا كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا حبايب قلبي كلنا نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير كتير كتير. انا راجع لكم في فيديو جديد وبدات يومي بقى كده معاكم بالايه، بفقره النشير. خدتها اول حاجه اول ما صحيت من النوم، نشرت الغسيل ورحت نازله هنا بقى عشان ايه؟ اعمل كفتة واعمل حواوشي واعمل حبة حاجات كده وشقلباظات لرمضان. كل سنة وانتوا طيبين ومع هبة كده دايما متجمعين. انا هبهركم يعني هبهركم. هنا بص عملنا البرجر. طبعا لحمة الكفتة. اللي انا بعمل اللي هي باللحمة الجملي، اللحمة الجملي يعني. نزلت طبعا النهارده لقيتها ب 350 جنيه. اتصدمت. هنا بقى بص الجزار بقى عمال يقول لي بص هنا نمبر 1، عمال يقول لي هتشهيصيني على السوشيال ميديا ولا على الفيسبوك؟ قولي لي. طب قولي، طب جيبيني. طيب انا عماله اقول نمبر 1 نمبر، فضل يغني يعني نمبر 1 نمبر 1. قلت له خلاص مش هشهيصك. بس بصراحه ما رضيتش اطلع اجيب وشه، لاني انا كنت بصوره صورته حلو وجبته من الاول. هو كان حابب ان هو يطلع، يعني هو كان حابب. جيت اصور وكده، فكان في حد وراه قال لي لا ما تطلعينيش. انا كانت واحده يعني قالت لي لا ما ينفعش انت كده جبتيني انا، وانا مش عايزه مش حابه اطلع. فطبعا احترمت رغبتها وقلت له لا خلاص معلش، طب تعالى انت بقى كده. ورحت بقى بصراحه ايه اصل الفيديو، يعني اصل كده الصوره. ورحت واخده بعضي ورحت جايبها، جبت الهدف على طول اللي انا بعمله كان الصدق يعني. نزلنا جبنا حبة حاجات. كل ما بيبقى كده بننزل نجيب اي حاجة عشان خاطر ايه يعني نشيلها كده نعينها لرمضان، شهر الخير علينا داخل علينا. قولولي كده خلصت حاجتكم ولا ما خلصتوش، وجبتوا حاجتكم ولا لسه؟ قولولي كده يا حبايب قلبي. طبعا نزلت جبت عملت حبة كفتة وعملت حواوشي وعملت حاجات، ورحت واخدة بعضي ورحت طالعة حطيتهم في الفريزر. ورحت داخله بقى كان عندي مواعين، يعني بصوا كان عندي حبة مواعين محترمين يعني. لو كنت صبنت ونزلت رحت اشتريت الحاجة كنت هتأخر جدا وكنتش هبقى ضامنة هندمج يعني في الشغل، لان كان المطبخ عندي فيه شغل كتير. وكان في حاجات عايزة اشيلها وحاجات عايزة اعملها وكده. فقلت لا انا هندمج في الشغل والشغل هياخدني، مش هنزل اروح اعمل النهارده. فطبعا قلت لا، شمعت الفتله قمت نشرت الغسيل. وان اليوم ده انا كنت صايمه، يعني اليوم ده كان يوم الخميس ان شاء الله، وينزل لكم على طول الجمعه الصبح ان شاء الله بامر الله. انا بصور في يوم وبنزل تاني يوم على طول. فبصوا كنت انا في اليوم دوت صايمه. نشرت وصليت وكده ورحت واخده بعض ورحت نازله على طول. مرضتش. لو كنت قعدت كل يوم اقول ايه انا بكره هروح اعملهم، طب هخلص اللي ورايا وهنزل اروح اجيب هروح اعمل. فطبعا شغل البيت بياخدني شغل. لو كنت دخلت المطبخ قلت هخلص التصبين والمواعين وانضف المطبخ وكده وبعد كده اروح اعمل، كنت لا الوقت هياخدني وكنت مش ضامنه هلقى اللحمه ولا لا. لقيته طبعا زحمه جدا زي انتم ما شايفين، زحمه جدا جدا. انا برضو معرفتش اصور بالتفصيل. كان نفسي اصور معاكم بالتفصيل كل حاجه انا بعملها واوريكم كل حاجه انا بعملها ازاي.
بس كان زحمة جدا جدا. وطبعا انا مش حابة ان انا ارفع الفيديو، ارفع التليفون واصور، حد يقول لي كاني او ماني يعني، لا مش الجزار، ان هو يقول لي لا الجزار حابب مرحب جدا، وهو عارفني اصلا ان بقالي سنين بتعامل معاه، وبيقول لي يعني تحت امرك يا ام عمرو، اللي انت عايزاه، عايزه تصوري صوري، مش عايزه تصوري براحتك. ما بيتكلمش، بس عشان الناس اللي واقفه فلازم احترم طبعا يعني اللي حواليا، واحترم ارائهم ان هم مش حابين يطلعوا حاجه في حاجه زي كده، فاقول براحتهم يعني. بس فروحت بقى قلت لا اخلص، كان زحمه جدا جدا جدا. انا بحب اخد خضاري، الكفته ام رز، باخد البصل وباخد الخضره وباخد الرز، كله انا باخده من البيت يا حبايب قلبي. انا بغسل حاجتي في البيت، بغسل حاجتي غسله تمام التمام في البيت. الرز ببقى منقياه وغسلاه كويس جدا، والخضره مقطعاها ومغسلاها يعني، مقطعاها كده مخرطاها بس مش صغير يعني بقسم الحزمه كلها مثلا على ايه 3 مرات كده بالسكينه، اقصها كده بالسكينه 3 مرات، واروح ايه غسلها غسله حلوه قوي، واخده توابلي، واروح واخده بعضي بقى، واروح نازله على طول يا دوبك اقطع اللحمه من عنده واشطفها شطفه حلوه مطرح ايد الجزار وكده، واروح ايه غسلها يعني، اروح حطها على طول افرم بقى حاجتي، ابقى ايه واثقه في ايه نظافه حاجتي اللي انا عاملاها، يعني اللي انا الكفته او ايا كان انا هعمل ايه، انا ببقى ضامنه الايه الخضار والحاجه. هو عنده الخضار وعنده يعني عنده البصل وعنده كل حاجه وعنده الرز وعنده كل حاجه. بس انا مش بحب كده، انا بحب لو اعمل كفته ببرغل اخد حاجتي من البيت، كفته برز اخد حاجتي من البيت. يعني انا باخد منه بس اللحمه بس، وبغسلها كمان عنده، بقف اغسلها بصراحه، عنده حنفيات طبعا اي جزار يعني عنده حنفيه وكده، بقف اغسلها كده بايدي، حتى ما بامنش اي حد من اللي واقفين يغسلها لي، اقول لا انا بايدي، انا عارفه ايدي نجيفه وكده، معلش ببقى عندي هس بقى، عارفين انتوا الهسهس دوت، عندي بيبقى عندي هسهس كده. وعملنا حاجتنا وجينا والحمد لله ودمتم سالمين، ودخلنا بقى على المطبخ يا حبايب قلبي. انا بحكي لكم يومي اللي حصل معايا. جيت هنا اهو بقى بصب بقى معاكم المواعين، كان عندي حبة مواعين حلوين 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 يعني. طبعا كنا بعد ما اتسحرت انا وولادي، ما ما صبنتش المواعين، انا كنت صايمه انا وولادي يعني. كأني النهارده كان يعني كأن النهارده كان يوم من ايام رمضان. اه والله العظيم الايام الجميله ديت. بصوا انا هنا واقفه بصبن، وعمرو عمال يحول لي يجيب لي حاجات من جوه مطرح ما قاعد. بصوا، فقلت له طيب، فلو عندك اي حاجه تاني يا عمرو ناولهاني ايه اصبنها، لان انا لما بكون واقفه بصبن وكده، هو طبعا ممكن كان واخد حاجه يعني ايه عنده كده. راحت شروق كانت بره بترتب في الشقه وبتروق، قالت لي لا يا ماما خشي انتي صبيني المواعين، وانا هخش وانا هروق لك انا الشقه. فكان عمرو بقى عمال ايه يحول لي لو في طباق، لو في كوبايات، مطرح ما كانوا قاعدين في اوضتهم، هم قاعدين كده ساعات بيدخلوا طباق فاكهه، كوبايات يشربوا حاجه محتاجه كده، بتبقى حوالين. فكانت شروق النهارده بصراحه مساعداني، عامله معايا انجاز، كانت بتروق لي الشقه بره النهارده. ربنا معاهم يا رب، وربنا يكبر بخاطرها هي وكل اللي معاها وكل اللي زيها. حبايب قلبي اللي داخلين عندي القناه جداد، عندي شروق تالتة ثانوي، وعندي عمري أولى ثانوي، مرحلتين صعبين جدا 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 عليا بصراحة السنة دي. بس إن شاء الله ربنا يعني ربنا إن شاء الله يكرمنا ويكبر بخاطرنا إن شاء الله، ويهون الأيام دي على خير، وعلي يعني علينا بخير كده إن شاء الله بأمر الله. يلا بقى يا حبايب قلبي، مش عايزاكم تبخلوا عليا باللايك واشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوفيني. وحبايب قلبي اللي بيتفرجوا عليا بصمت وبيدخلوا بصمت وبيخرجوا بصمت، عايزاكي كده تشرفيني وتكتبي لي تعليق عشان انزل ارحب بيكي كده تحت في التعليقات، وتعرفيني بنفسك كده، يعني عايزة اتعرف بيكي كده، وانت مين بيتفرج عليا، ومين وايه اللي بيعجبك عندي وايه اللي ما بيعجبكيش في قناتي. اتكلموا معايا كده في كل حاجة حبايب قلبي، وانا سعيدة جدا 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 بكلامكم وبتعليقاتكم وبكل حاجة انتوا بتكتبوها لي. ربنا يخليكم لي يا رب، وما يحرمني منكم ابدا، مفيش اي كلمة يوفقوا حقكم على كلامكم، على تعليقاتكم، وعلى سؤالكم عليا، وعلى كل حد كده بيدخل يكتب لي كلمة حلوة. ربنا يكبر بخاطره، ولكم بالمثل كل حد بيكبر بالخاطر. آه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلصت المواعين ورحت داخلة على البوتاجاز. خلصت بصوا عملت بقى صبنت البوتاجاز، كان بصراحة سيء جدا. هنا كنت طبعا خدت كفتة وحمرتها وعملتها، فطرطشت بصراحة عليه زيت. بصوا مسكته بقى، كان بصراحة كان مش عاجبني. مطرح ما حمرت الكفتة، عملت كفتة برز يعني النهاردة هناكلها. شلت جزء يعني وهعمل جزء. عايزة بقى بصوا يعني ايه، قلت لا امسكه بقى صبني لاني كنت متضايقة منه جدا جدا جدا. طبعا كنت بصوا بعمل بسرعة الصاروخ، كان عندي 100,000 حاجة عايزة اعملها. وصايمة وخايفة الأذان يأذن علينا. وبس الحمد لله أول حاجة عملتها خلصت الفطار، وبعد كده رحت قلت ايه بعد ما اخلص الفطار بقى على السريع كده عملت كفتة ورز بشعرية وسلطة. وبصوا والحمد لله على كده ودمتم سالمين. ما عملتش اي زيادات ولا عملتش اي افتكاسات ولا عملتش اي، يعني ما صنفتش كتير ولا اي حاجة خالص. انا كده كده ولادي بيحبوا يفطروا على العصير، ادام صايمين يفطروا على العصير. الاكل بس ايه، لقمة كده بس يعني ايه، عشان بس صايمين بس. لكن هم بيحبوا يفطروا على العصير. يعني كل سنة وانتوا طيبين. قولوا لي كده بقى، صايمين في رجب زي هبة ولا ايه؟ يلا خلاص كلها يومين كده وشعبان يدخل علينا، وبعد كده ربنا يبلغنا شعبان ويبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان ان شاء الله بأمر الله. ايوه انا كده قلتها صح. بس مسكت المطبخ بقى، كنسته كنسة محترمة ولمعته وصبنت مواعيني وعملت فطاري. وهنا بقى طلعت كيس فراولة، قلت هضربه. عمرو قال لي يا ماما، عمرو شروق قالوا لي يا ماما عايزين فراولة. طلعت لهم كيس فراولة كده ورحت ضرباه على طول. وكده حبايب قلبي الفيديو بتاعي يكون خلص بقى كده معاكم. بس عايزاكم كده ايه، ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق حلو كده من ايديكم. هستنى تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتسعدني. واوعي تنسي اللايك، اوعي تنسي اللايك. هفضل اقولك اوعي تنسي اللايك والتعليق الحلو اللي من ايديك اللي بيسعدني، اللي بقعد استناه. بيسعدني جدا 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 جدا. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ويديمكم عليا نعمة في حياتي. اهو يا حبايب قلبي كده الفيديو بتاعي يكون انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.